استاذ محمد رماح، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا عاملين يعني تغطيه كده بسيطه في ذكرى الفنان الكبير رماح. الله يرحمه. تقول ايه لبابا في ذكراه؟ والله اقول لوالدي الله يرحمك يا رب ويغفر لك ويسامحك. امين يا رب، امين يا رب. عايزين نتكلم شويه عن تاريخ بابا. مين اللي سماه الكاوتشوك ودخل السيرك امتى ومين اللي دربه كده يعني؟ اللي سماه الرجل الكاوتشوك هو صلاح جاهين. صلاح جاهين الكاتب والفنان الكبير صلاح جاهين. ايوه. انما اللي علم والدي الكاوتشوك مفيش حد علمه الكاوتشوك. هو والدي يعني حاجه ربانيه كانت فيه. من طفولته بيحب لعب الاكروبات والكاوتشوك، كان يقعد يعني يلعب خطيف. كان هو علم نفسه بنفسه. وبعد كده يعني لما ترك القريه اللي هو اتولد فيها اللي هي قريه ابو غالب جيزه، وجي القاهره شافوا واحد اسمه الحاج حامد المعطاوي اللي هو صاحب كازانيوهات ليليه في على شواطئ اسكندريه، وشغلوا عنده هناك. كان ايامها بيعمل فقره اسمها الازايز، وهي عباره عن كان بيرص 4 ازايز بيبسي او كوكا كولا او كده ويحط عليهم صندوق، وهكذا يفضل يطلع 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 لفوق، وكل ما بيطلع بيعمل اشكال كاوتشوكيه يعني زي اللي بيتقال دلوقتي حاليا في السيرك اللي هو توازن على الزجاجات. بس هو توازن مع بالانسات بالانسات على الازاز. يعني هو اصعب كمان من التوازن. هو مش مجرد توازن فقط، بل توازن وبيزود الفن الكاوتشوك بتاعه عليه. بس وبعد كده سمع ان في القاهره هيعملوا سيرك قومي. ف اتكلم كان ساعتها اتجوز والدتي اوريدي وكده، وكان بقى لهم لسه سنه او حاجه زي كده او سنتين متجوزين. فوالدتي يعني قالت لي والله كويس، ده يعني زي وظيفه حكوميه يعني. حاجه تبقى ثابته يعني. حاجه تبقى ثابته، وتقدم وراح انشاء السيرك القومي في قصر عابدين. ساعتها كان بامر من رئيس فترة التدريبات بقى ايام جمال عبد الناصر. هو اللي كان امر كده بس، ودخل السيرك يعني انه هو من مؤسسين السيرك فعلا يعني. من مؤسسين السيرك طبعا. طبعا. أيوة. طيب انا بابا سافر في حاجات في مثلا في مهرجانات، هل عرفت ان في جوائز خدها كده مثلا؟ والله اللي انا اعرفه عن والدي يعني كان دايما مشرف مصر من ناحيه اللي هو السيرك يعني. لان كان اي مسابقه سيرك يدخلها كان دايما الاول يعني انا سمعت من كابتن عبد الله مراد ان هو في جايزه خدها تقريبا اسمها اسماك الضاحكه او حاجه زي كده في الصين. دي اخر حاجه خالص. في التسعينات يعني. في التسعينات والدي كان عدى سن ال60 كمان. كان عدى سن ال60 لان بابا كان معجزه غير معجزته البشريه. كان معجزه ان هو كمان قعد يشتغل لغايه ما بقى عنده 66 سنه ما شاء الله. وهو بيشتغل راجل فنان سيرك يعني. بس طبعا خد جوائز كتير قوي في فرنسا واليابان يعني ما افتكرهمش بالاسم يعني، ولكن. طب ايه حكايه بقى موضوع ان هو عمل بالانسات على برج القاهره؟ الموضوع ده اساسه ايه بقى؟ والله الموضوع دوت يعني انا بشك فيه، لان بابا الله اعلم يعني هو كان في تعامل مع الجيش ولا لا. حاجات كده يعني. بتشك في الموضوع، في صحة الموضوع؟ في صحة الموضوع. بس في صورة انت حاططها على الفيسبوك كده. لا الموضوع حصل ان هو لعب على البرج. ده انا يعني انا بشك ان هو هل لان الصدفة حصلت ان بابا كان بيلعب على البرج الساعة 1 وشوية يوم 6 أكتوبر سنة 73. فيقال هو بابا ما قاليش بنفسه، يقال وكتب في الجرائد الرسمية زي جريدة الأهرام إن الجيش عمل اتفاق مع والدي انه يعمل الفقره دي يعني تمويه للعدو، عشان لا فعلا لان يعني في حاجه تصوير فوق في الجو بتاع. طبعا مش هيطلعوا راجل يموت، الناس عايشه في عالم تاني والكلام ده كله. لا انا سمعت فعلا من كابتن رفعت خال حضرتك مش كده؟
ايوه كابتن رفعت قال لي فعلا ان هو كان من ضمن التمويه، الناس اللي هو عمل التمويه على الجبهه وراحوا على الجبهه وقدموا فقره البلياتش وكده. فمن فعلا صدق كلامك ان يكون بابا من ضمن خطه التمويه بتاعت السادات الله يرحمه. بعد كده كمان رفع الروح المعنويه فيها، وافتتاح السد العالي في اسوان. يعني الصوره فعلا حتى على الفيسبوك دي بتاعت الكابتن رماح كانت سنه 73. كانت سنه 73. انت مش كاتب التاريخ شركه بعد كده شركه انتاج اجنبيه، اشك انها تكون سعوديه او اماراتيه، طلبت منه انه يعمل الشغل ده تاني. كان في الثمانينات كان في الثمانينات وعملوا تاني برضو فوق برج الجزيره، وعمل نفس الشو برضو فوق في برج في اليابان. ليك صور في صور ليه بالبرج ده؟ والله ما اعرفش، ولكن ده يا ريت ده تاريخ لبابا يعني المفروض يتوثق فعلا يعني. ايوه عندي صور كتير لبابا، بس يعني انا مقصر في حق بابا ان انا لا طب يا ريت بمناسبه الذكرى بقى تبدا تدينا الصور دي والناس تعرف ان مصر فيه فعلا نجوم كبار زي بابا. عملوا حاجات مش موجوده في العالم كله. ايوه هو فعلا عمل شغل ما اتعملش، ما حدش عمله، ما سمعتش عن حد طلع على البرج وعمل بالانسات في الهواء كده يعني. أيوة. بعدين هو كان معجزه كمان عشان مرونه جسمه ما بتتوفرش في رجل. فهي المعروف عن التكوين الجسماني للرجل انه انشف من ناشف. انما فقره الكاوتشوك في السيرك عالميا بتبقى يعني للمراه عامه. ايوه عشان المراه بطبيعتها مرنه يعني. أيوة. انا سعيده جدا باللقاء ده. خليك يا فندم. وبنقول في ذكراه الف رحمه تنزل عليه. امين يا رب العالمين. امين يا رب. شكرا يا استاذ محمد. شكرا.